طرابلس الدكتور أشرف كسن، حضرة الملازم هنادي معيقل، السادة الحضور، أعزائي الطلبة، باسمي وباسم جمعية أصدقاء قوى الأمن في لبنان أرحب بكم في هذا اللقاء الوطني الذي يجسد معاني الوحدة والتكامل بين أبناء الوطن الواحد. مرحبا بكم في هذا اللقاء الثقافي الذي ينير الطريق إلى العلا وقمة الارتقاء. بداية نشكر الدكتور أشرف كسن والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعاونهم معنا لإتمام هذه المحاضرة التثقيفية التي ستلقيها على مسامعنا حضرة الملازم هنادي معيقل من مكتب الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية. نعم أيها الأعزاء، مؤسسة قوى الأمن الداخلي الذي يشهد لها القاصي والداني بالإنجازات الباهرة التي تبقى بحاجة لتعاون المواطنين معها لدرء المخاطر التي تهدد أمننا واستقرارنا، خاصة وإن المنطقة العربية كاملة